ب 19 آب 1993 صار صمت غريب بشوارع دمشق، صمت بيشبه الهدوء اللي بيسبق العاصفة. من مستشفى تشرين العسكري طلعت جنازة متواضعة، ما فيها مسؤولين ولا فيها كاميرات إعلام ولا فيها تعازي رسمية، كانت جنازة مهربة. داخل هذا التابوت كان بيقبع السر الأكبر لتاريخ سوريا المعاصر، الرجل اللي حكم من الظل وانتهى بالظلمات. صلاح جديد 23 سنة قضاها هذا الرجل بزنزانة ضيقة، ممنوع عنه الراديو والجريدة والزيارة وحتى القلم والورقة. ليش؟ لأنه حافظ الأسد كان بيعرف أنه كلمة وحدة من صلاح جديد ممكن تهز أركان عرشه اللي بناه على الغدر. اليوم رح نغوص بأعماق الخيانة الكبرى، كيف تحول خي الروح لجلاد. هل كان حافظ الأسد فعلاً عميلاً لفرصته الشخصية وباع الجولان مقابل الكرسي؟ وكيف تم سحق المعلم صلاح جديد اللي رفض يبيع مبادئه وانتهى في المطاف مغيباً وراء القضبان؟ أنا يحيى البني، واليوم رح نحكي القصة اللي حاولوا يمسحوها من ذاكرة السوريين.